وهو ميليشياته تنهار وهو ميليشياته تضرب، ولا يستطيع أن يفعل سوى الجرائم التي يرتكبها حيال الشعب السوداني. التنازل والانسحاب من المشهد مقابل استعادة الثروات، هكذا عرض قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو بعد اعترافه بالهزيمة وتكبد خسائر فادحة، فضلا عن توقف الدعم الخارجي ومصادرة الثروات التي نهبها وعائلته من خيرات السودان. حميدتي لم يستطع فرض أي نوع من أنواع الحكم عندما احتل الخرطوم، عندما احتل الجزيرة، عندما احتلها سنار. شخصية دبلوماسية إفريقية مطلعة نقلت تفاصيل لقاء جمع قائد ميليشيا الدعم السريع بأحد مستشاري رئيس دولة مجاورة. اللقاء تضمن اعترافات لافتة من حميدتي بشأن أوضاع الميليشيا وخسائرها خلال الحرب، فضلا عن توقف الدعم المالي المباشر القادم من الخارج. مملكة آل دقلو أنفقكم من مملكة آل دقلو حقت السرقة والنفاق والأكل حتى القرشات اللي بدوم لهم العملاء، القرشات دي بيشيلون بدوكوا عطيت مزين وباقي القروش دي برا. زعيم الميليشيا أقر بأن الإمارات أوقفت الدعم المالي المباشر، بل وصادرت نحو 9 مليارات دولار من حسابات تتبع للميليشيا، إضافة إلى أكثر من 50 طنا من الذهب كانت مخزنة في إحدى مصافي الذهب مقابل تسوية جزء من مستحقات صفقات السلاح. الأمر لم يتوقف عند الإمارات، فقد كشفت مصادر أن حميدتي أجرى اتصالات مع إسرائيل عبر نائبه، إلا أن تلك الاتصالات لم تحقق النتائج التي كانوا يتوقعونها، في حين أقر حميدتي بخسائر كارثية ورفض القبائل المتحالفة معه عمليات الاستنفار والدعم مؤخراً. فقد طلب زعيم الميليشيا من الدولة المجاورة رعاية مبادرة سلام مع القوات المسلحة، وأكد استعداده تقديم جميع التنازلات اللازمة لوقف الحرب، وعلى رأسها خروجه من المشهد مقابل استعادة جزء من ممتلكاته وثرواته. في النهاية حميدتي يدرك تماما أن انهيار الميليشيا مسألة وقت لا أكثر، وسيناريو التنازل مقابل الثروات هو أفضل وسيلة للخروج من المأزق، لكن قتل السودانيين لا يمكن التسامح معه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. فحميدتي بعد ما كمل أهله وأهلك الشعب السوداني ودخل الدولة السودانية في كل هذه المتاهات، الآن يقول ما عنده مانع بأنه ينسحب ويسحب جنوده ويتخلى عن الحرب بدون أي قيود وبدون أي شرط، بس داير قروشه ثرواته الأهدرة في الحرب. فنحن بنقول لك الثروات حقاتك أهدرتها، دمرت بها الوطن ودمرت بها المواطن وقتلت بها أهلك، فما في زول حيدفع عليك قروشك. فالسلام عليكم.